ارقام جدي كاريرو يا برنس مع النادي الاهلي مرعبه يا برنس. ما تيجي بقى اقول لك الاهلي عمل ايه مع جدي كاريرو يا برنس. الاهلي مع كولر لعب 49 مباراه، كسب منهم 36 مباراه وتعادل منهم في 9 مباريات يا برنس. والاهلي خسر مع كولر 4 مباريات ومنهم 2 في كاس العالم للانديه و2 في دوري ابطال افريقيا. يعني ما فيش حد في الدوري المصري قادر علينا يا برنس. رسميا يا برنس كاس العالم للانديه هيتلعب في جده يا برنس من 12/12 لغايه 22/12 في شهر 12 اللي جاي. وكاس العالم للانديه يا برنس تم نقله من الرياض الى جده يا برنس. عاوزين كل اخواتنا المصريين اللي هناك في جده يجهزوا نفسهم عشان يشجعوا نادينا هناك، وباذن الله يا برنس نجيب كاس العالم للانديه واحنا جايين من السعوديه باذن الله. انا مش زعلان من سيف، انا زعلان عليه. ده الكلام يا برنس اللي قاله ميدو بعد ما سيف فاروق جعفر ساب الزمالك وخلع. سيف يا برنس بعد ما مضى وجدد مع نادي الزمالك والدنيا كانت زي الفل، هوبا يا برنس وهو ماشي راح واخد العقود وقال لاداره الزمالك عشان اوريهم لامي. وسيف فاروق جعفر دوت عيل صغير ومش مؤثر على الفريق. ده الكلام اللي قاله خالد الغندور. اخيرا يا برنس هنشوف منتخب مصر هيلعب مباراه جامده ومباراه قويه. رسميا يا برنس منتخب مصر هيواجه منتخب تونس يوم 12/9 في مباراه وديه. وبدا منتخب مصر ان هو يبدا يعمل مباريات وديه قويه جدا استعدادا لامم افريقيا 2024 يا برنس.